هاني جيت ولا تقولوا ما جيت وجبت كيف ما العاده. اخوتي خواتاتي، تحياتي لكم، تحياتي للمتتبعين الزوينين فيما كانوا داخل المغرب وخارج المغرب، تحياتي لخوتنا الجزائريين التوانسه والمصريين حتى هما تحياتي لكم، تحياتي لاي واحد كيتبعنا من اي مكان في العالم. كيف ما العاده خوتي، شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، عطونا اللايكات ديالكم وبارطاجيو لينا الفيديو لا عجبكم اكيد مع الخوت والخواتات والاصدقاء والاحباب. ودائما كنقول لكم البحر الحباب خوتي خواتاتي، نرحب بالناس الجداد والناس القدام حتى هما تحياتي لكم، شكرا لكم من القلب الى القلب. وغنقول الناس اللي كتشوف القناه ديالنا لاول مره ديروا ابينو وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، باش حتى حنا بدورنا نعطيوكم الحقيقه في الدقيقه. اذا خوتي خواتاتي، غنهضر على الفيديو ديال عزيزه. الفيديو ديال عزيزه دائما كيخلق لينا ضجه. عزيزتي مالكي يجلدك مالح عزيزه يا عزيزه، اييه تشكري تخلي عباد تخلي وصال وشكرتي عالي. علاش شكرتي عالي بزاف شكرتيش وصال؟ علاش وصال ما مشات عاونت فاطمه علاش ما عفوا علاش وصال ما جاتش لعندك؟ علاش ما مشاتش عملت معاك؟ علاش ما عملوش معاك الواجب؟ كان من المفروض يعملوا معاك الواجب. نهار اللي عملوا معاك الواجب علاش يعملوا معاك الواجب؟ علاش يتهلاو فيك؟ علاش يعاونوك؟ علاش ما عاونوك شحال هادي؟ استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم. انا واش نقول لكم اخوتي، هاد الناس كيف ما عملوها معاهم وحله. كيف ما شفنا الفيديو ديال عزيزه اليوم الفيديو ديال عزيزه يعني بحال الكماله ديال الفيديو ديال وصال. هنا نقول لكم واحد المساله اللي كتبغيو انكم تحكروا عليها وتبينوا بان وصال ما كتبغيش تصور، وصال ما كتهاديش، لا بيناتهم مشاكل. هي من الاول تقول لها شوف الفيديو انا اللي غادي نصور فيه مثلا كيف ما كتقولوا نتوما انها هي استغلاليه، انها هي اللي معاونه فاطمه وزيد تقول لها ما تصوريش او لا. ولكن لا، هما كل واحد كيصور بطريقته، كل واحد كيصور شي حوايج ما كنشوفوهاش. يعني مش ما يمكنش ان كل شيء تصوروا وصال وماشي كل شيء غتصوروا عزيزه. كيعملوا واحد كيف ما كنقولوا الكماله للفيديوهات، كيكون عنده واحد التشويق زوين كنشوفوه هنا وهنا وهنا وهنا. ايوا بنادم راه خدام على راسو وفي نفس الوقت كيعطيك واحد الحاجه زوينه، هذا ما كان. لكن اصحاب الحال ما كيعجبهمش هذا الشيء، خصهم ضروري ينتقدوا، ضروري يعملوا ان عزيزه مخاصمه مع وصال، وصال مخاصمه مع فاطمه، فاطمه علاش ما عزيزه وصال ما جاتش عندها؟ علاش ما مشاتش لعندها؟ علاش ما عاونتهاش؟ وملي عاونتها لا دابا ملي عاونتها وبانوا انه عطاوها الفلوس باش تعاونها بغاو يحقروها، بغاو فهمتوا، بغاو يقمعوها، بغاو ينقصوا منها. باز ليكم بينوا انهم عاونوها ما عجبكم، ما بينوش لا ما عاونوهاش، لا بيناتهم مشاكل. كي غيعملوا معكم هاد الناس؟ كي غيعملوا معكم؟ دابا حنا غنمشيو للريزلطه ديال هادشي هذا كامل اولا الملخص دهادشي كامل حنا كنشوفوهم مجموعين غيعملوا لنا واحد العراسيه. نعم سيدي وي غيعملوا واحد العراسيه فاعله تركه، وغادي نفوجوا كاملين وكل واحد يصور داكشي اللي مختص به، اولا كل واحد يصور لنا حاجه وغنتمتعوا. نعم سيدي وصال غتحط لينا داكشي من داكشي الرفيع وهي تهلات فيها. نعم سيدي، وماشي اول مره كتهلا وصال في فاطمه، لان فاطمه راه كتلقاها معاها وهي اللي هي اللي كانت معاها من الاول وبقات معاها وكانت خلينا ما نهضروش عليك عزيزه، ما تخافيش ماشي على شي حاجه، وانما صراحه حنا كنهضروا على الناس اللي اما لا انسان ملي انا كنقولها ما تعطيوش غير الودنينه. ملي ما كتعطي دابا ما بقيتوش كتعطيو الودنينه احسن ما درتو، لان ملي كتعرفي تعطي الودنينه صافي عرفي ان هذاك اللي جا كاع قال لك راه قلفك صافي من الاخر. هذه قاعده خاص الانسان ياخذها. وتبارك الله على عزيزه، لا الصراحه الله انا كنرفع عليها القبعه، انسانه يعني دماره كتخدم على المحتوى ديالها. كاع يوم يقولوا فيها حتى هي اللي باغي يطلق على رجلها، لا ما مفرقين مع هي مفرقه مع راجلها، لا ماشي مطلقه، لا شويه مطلقه شويه، لا مخاصمه مع وصال، لا دابا ملي كيشوفوهم مجموعين وكتفضح ديك الهضره اللي كانوا كيقولوا لا راه مخاصمين على الورث، راه مخاصمين على الدار، راه مخاصمين على بيناتهم على الفيديوهات، راه مخاصمين على بعض مع بعضهم، هذا ما كيعاون هذا. المهم ملي كيشوفوا روسهم ان داكشي ما كاينش منه وكيشوفوهم مجموعين
شنو عاوتاني كيخلقوا لينا دابا، حيت نتوما عارفين هما شحال هادي في الخطبه ديال صفاء، الله يكمل ليها بالخير. شنو كانوا قالوا؟ قالك ان علي ما عمل معاها والو ومالو، داك البوبادر ما يمشي يعاونها وما يمشي يدير معاها وما يمشي يعمل معاها ويتسخر ليها ويفعل ليها. مع العلم قال لكم انا عطيتها النصيب وعنده المراه عيانه في الدار ما تقدرش تطلع، ومهم كل واحد والظروف ديالو، حتى هي قربت تولد وكاين كان كيزورها ديك الوقيته، كان كيزورها الحرق، زعما كان خاف عليها وداك الشيء. قالت زعما هي الخطبه باقي العراسات الجايات اكثر من رايحات كيف ما كنقولوا، صافي تسنى هذا. قال لك لا راه ما عاونها ما عمل معاها ما والو. دابا ملي عاونها وانتم شفتوا الفلوس وهذا وبينوا الفلوس باش يبينوا بان ماشي جاو غيصوروا فيديو، لان كون كان بينوا غير الفيديوهات ومشات وصال وصورات الفيديو ديال الدهاز ديال العائله وداك الشيء، شنو غادي يقولوا؟ غادي يقول لك جات طلعت عليها الفيديو صورت منها الفلوس وهما هادشي اللي كيبغيو وهذا وزيد وزيد صافي وها هما، فهمتوا؟ المهم خصهم يخرجوا العيب. دابا عاوتاني ملي بينوا انهم بينوا الفلوس بان وصال عاونت فاطمه في الدهاز ديال بنتها، بغاو يدللوه، بغاو يعملوا ليها. شوف ها اللي كيبغي انا دابا شتي هادشي علاش كيهرب حميمو، انه ما رضاش بالدل، وهاد الدل اللي مدلول زعما ما بانش لكم حتى نتوما، ما بانش لكم هاد الدل اللي مدلول زعما مرتو في جهه هو في جهه ومرا بوحده وهو حق جانين سخفان وهو في الدوار. قال لك غادي يمشي شي يومين صدق في سيمانه. بغيت غير نعرف علاش ما صورتيش لينا الفلاحه؟ انا هادشي هذا ضرني في راسي مع العلم ان المراه عيانه كان عليك تهنيها زعما في الفيديوهات كتعاونوا. ما علينا، امر هذه غا عابر سبيل كلام عابر سبيل، فهمتوا؟ يعني هما يقول لك لا هو ما كيبغيش الدل على داك الشيء، على هذا كاع الدل اللي دلل راسو ونقص من القيمه ديالو مع العائله ديالو على الادسنس. ركع الادسنس راه ما ركعش، ما بغاش يركع للدم ياك لجدو وجداتو ومشى ركع الادسنس. كاع اللي يمشي مع هذوك الغرارين عيشه واللي كيصفقوا ليه باش يضرب في جدو وجداتو ويدي سخط الوالدين ويقولوا له بالصح وهذا انت عندك الحق وكيشجعوا على عقوق الوالدين، كاع ما تفرحوا ليه. ما علينا ان هما كيقلبوا دائما على شي حاجه اللي هي ضد وصال عالي اولا شي ثغره باش يدوزوا ليهم اولا باش يتكلموا، حيت هما وصال عالي كيف ما عملوها جلدهم مالح اللي عطى الله وهذا ما كيخليو ما يعملوا. كاين اللي كيبغي غيشبط بحال دابا البقيبقه اللي خرجت لينا بداك الفيديو باغا غتشبط، ما قال حتى شي واحد الحاجه اللي يبغى الولده. كذلك ومثال الصفريطي نهار اللي خرج علي وجاوبو قال له سير قابل غا يماك مثلا، قال لك لا عاير ليا يما عمل الفيديو راه باقي محطوط ما معايرها ما والو، قالوا سير خليك من الام ديالي سير قابل يماك، ما فيها حتى شي عيب، هذه ما فيها حتى شي عيب. المهم هما جلاخه هما عاملين بحال قراد كيلصقوا خصهم البلاصه اللي دخلوا ليها خصهم يورثوا فيها هما، هادشي اللي كاين. المهم اخوتي يعني الفيديو ديال عزيزه انا قلت لكم بين للناس اللي كيبقاو يهضروا يبلبلوا، اللي كيبقى يقولوا لا راه وصال راه ما كتعاونش اولا وصال راه ما كتفعلش اولا ما كتركش اولا هي خايبه اصلا. كو كانت خايبه شتي كو كانت خايبه بالرغم من هادشي هذا كامل وصال ما كتعلمش، ماشي ما كتعلمش، وصال تربيتها التربيه ديال خالتي الصافيه، الاخلاق والحشمه وهي تربت معاهم، هي كبرت معاهم وجات عندهم صغيره كتعتبرهم خوتها، ماشي كتعتبرهم شي وحدين برانيين ولا هذا. اولا ديك القضيه ديال لا شكرت عزيزه شكرتي علي بزاف وما شكرتيش وصال، قلتي لي الله يخلف عليك وعالي شكرتيه بزاف وراه خوها عادي جدا، وهي غتفرح بالعكس، هي غتفرح ملي غتشوف بان خوها كيكبروا به خوتو وكيعطيوها قيمه وهذا بالعكس. وزيدون راه داكشي اصلا راه ما غتمشيش تخرج هي بالاخبار
ولا هو غيخرج بالاخبار اي حاجه، راه كدوز بيناتهم. راه علاش كيستمر الزواج؟ كيكون الصراحه بيناتهم متفقين على هو دابا العرس ديال اختو، وهي غتمشي تهز من عندها، زعما هو ما غيبغيش، بالعكس هو راه بالفرح عليه ملي غادي يشوف المراه هكا كتعاون وكدير وكتفعل، ما عندوش مشكل وما عندوش غير مشكل. وهي كذلك ومثال، يعني شكرت عزيزة خوها عادي جدا الا شكرت وحدها، بالعكس غتفرح وغيعجبها الحال. يعني نتوما كتشدوا غير بالعقد الراشيه وصافي، كتقلبوا على الفتنه من دوزوا ليها وصافي، خصكم تخلقوا اليوم الفتنه، ها ما تخاصموا. وفين هي الخيانه الزوجيه؟ وفين اخوتي داك الكذوب اللي كتكذبوا؟ انا بغيت غير نعرف علاش ما كتجاوبوش على هادشي، ولكن للاسف كنلقاو البعض كيصفقوا لكم، يمكن عندهم شي مشكل في الحياة ديالهم، الحياة الشخصية ديالهم للأسف، يعني كيبغيو أن حتى بنادم ما يكونش مزيان صافي. ملي كاين اللي كيكون ما عندوش استقرار ديال الحياة الزوجية، كيكون ما كاينش مستقرش بالحياة الزوجية ديالو، عنده مشاكل، ما كيبغيش هذاك الكوبل يكون مزيان، ما كيبغيش يكونوا حنا بقاو حميم، الله يربحهم ببعضهم. حنا كنقولوا لهم غير ما تحطوش المشاكل ديالكم ولا ديال العائله وخليك مع الوالدين مزيان صافي، هادشي اللي كنقولوا. اما بيناتهم تخاصموا ولا ما تخاصموش شغل هذاك، لا يهمنا الامر، لان دائما كنقول لكم المراه والراجل بيت واحد اللي جمعهم، هما اللي عارفين بيناتهم. واخا الاخر يخرج يقول لك لا هي عملت لي، ويا خلاص تقول لك لا هو اللي عمل لي، ولكن بيناتهم حتى واحد ما عارف به الا الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين. كدوز لينا واحد الكلمه وغادي نوجه تحيه لواحد الاخت سميتها نزهه، اللي قالت لي تقول ما تقولش لا حول الله، قل لا حول ولا قوه الا بالله. صراحه كدوز لينا هاد الكلمه بزاف بزاف، ولكن ما كنردوا ليهاش البال ابدا، وما كنكونوش قاصدين شي حاجه، وانما فعلا كاينين شي حوايج نيت كنقولوهم وما كنردوش البال المعاني ديالهم. فغادي نرجعوا نقولوا بحال اللي قلتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وغنقول لكم ان لم تستحي فافعل ما شئت. هذا هو النوع اللي نتعاملوا معاه حنايا في هذا العالم ديال السوشيال ميديا. وكان هذا هو الفيديو ديالي اليوم، نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله، في امان الله، مع السلامه.